قادر يبلع فريسة أكبر منه بكتير. حضر معداتك عشان نازلين منطقة الميد نايت ونشوف تعبان البحر جيلبر على عمق 1000 ل 4000 متر. واسمع القصه. ضوء شمس، مفيش درجات حراره منعدمه، ضغط ميه عالي. جيلبر معروف باسم علمي مش عارف اقوله. طوله بيوصل 90 سم، فم ضخم مفتوح مش متناسب مع جسمه خالص، عشان كده اسمه جيلبر مبتلع، يعني اللي بيبلع. بقه مبطن باسنان داخله لجوه، والغريب فيه معدته بتقدر تتمدد اكتر واكتر، تستوعب وجبات كبيره. يخرب بيته. ديله بقى في عضو حيوي كده بينور، ده طعم بيجذب الفريسه اللي عندها فضول. تلاقي سمكه واخده صاحبتها تقول لها ايه ده في نور هناك، تعالي نشوف. سلم لي على الشهداء اللي معاه. عنده رشاقه غير عاديه في الميه، حياته غامضه لانه في عمق كبير. دوره التكاثر مثلا العلماء بيقولوا ان هو بيتكاثر مره واحده وبيموت. دراسه الجلبر مش سهله، ضغط عالي وظلام شديد بيخلي مراقبته مباشره صعبه. تعبان البحر جلبر المبتلع واحد من عجائب المحيط اللي ما بتخلص، وشهاده صغيره لا تذكر في ابداعات ربنا في خلقه. لسه في كتير من الكائنات العجيبة اللي هنتكلم عليها واللي ما اكتشفناهاش. وانت بقى صديقي تعرف كائن عجيب في البحر نفسك اللي انا اتكلم عنه؟ قولولي في التعليقات.